السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين وعام سعيد علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. من رمضان للعيد للامتحانات. طبعا نزلت السوق أجيب سندات للامتحانات ما لقيت في عجز رهيب فيها، فقلت نعمل سنادة مع حضراتكم كده ونشوف بتتعمل ازاي بأقل التكاليف وبحاجات بسيطة جدا وحاجات متوفرة عندنا كلنا. ده ستيكر بتاع تجديد كتاب. ديت سنادة كانت موجودة هناخد منها المقاسات. ديت نتيجة بتاعت السنة اللي فاتت. طبعا هتترمي فقلنا نستفيد منها وبشكل جمالي نعمل سنادة حلوة لأولادنا الطلبة. تكاليف بسيطة جدا. هناخد المقاسات بتاعت السنادة القديمة. المقاس ده كان 22 سنتي، بس أنا كبرته شوية وخليته 24 عشان برضو هنعمل حاجة زيادة في السنادة الجديدة. هنعمل زي بوكت للقلم كده. الطول بتاعها كان حوالي 32 أو 33 سنتي. فجينا نقيس الطول لقيت عند الحد الأسمر اللي تحت. خدنا المقاسات زي ما حضراتكم شايفين 32 سنتي هنا اللي هو الطول. هنجيب القطر بتاعنا وبالمسطرة الحديد وهنقص الحتة اللي احنا حددناها زي ما حضراتكم شايفين كده بنقصها. انا جبت البلانشيطة، كان عندي بلانشيطة قديمة كده ما قلناش بنستخدمها، فجبتها حطيتها عشان بوز القطر ما يعلمش في ما يقطعش المفرش وما يعلمش في الترابيزة. فجبتها حطيتها بس ان انا اقطع عليها بس. حاجات بسيطة وحاجات مش مكلفة، بس المنظر بتاعها بيبقى جميل في الاخر وشكلها تحفة. هتعجب حضراتكم ان شاء الله. ده المقاس اللي احنا حددناه وقطعناه، كان سهل في التقطيع ما كانش صعب. بالظبط مقاس البلانشير مقاس السنادة القديمة، بس العرض بس زايد حوالي 2 سنتي. هنجيب عندنا والله الظهر كان جميل جدا شكله حلو ما كانش عايز عليه ستيكر، بس برضو قلنا نحط له ستيكر عشان نغير المنظر العام. ده ستيكر من اللي كنا بنجيبه اللزق اللي بنحطه على الشبابيك عشان الشتاء وعشان التراب. الرول ده كان موجود عندنا. هناخد منه حتة المقاس كبير شوية عن المقاس اللي احنا قطعناه. هنبدأ نفك حتة كده منه بالراحة، مش هنفكها كلها طبعا عشان ما تكرمش مننا. وهنفردها على الترابيزة وهنجيب الحتة اللي احنا قطعناها نحطها في النص بالظبط وننزل بيها زي ما حضراتكم شايفين كده. ونبدأ نفك اللزق حتة حتة، يعني نبدأ نفك اللزق نشد الورقة حتة حتة عشان برضو ما تكرمش مننا تحت النتيجة أو على النتيجة. كده شدناها حتة حتة. نبدأ بقى نلزق الحروف اللي عندنا. هنقص الزيادات زي ما حضراتكم شايفين كده من الطرف 4 أطراف ونبدأ نلزق زي ما حضراتكم شايفين. الحتة الزيادة دي هنقصها، مش هنقدر نطويها لأن لو طويناها هتبوظ معانا. نقصها كده وبنفس الطريقة هنعمل ال4 جناب التانيين زي ما حضراتكم شايفين معانا. نقطع الزيادات كده، خلصناها ونقطع الزيادات زي ما حضراتكم شايفين كده. سهلة جدا وبسيطة جدا وتكلفة بسيطة جدا. الاستيكر كان موجود، وده استيكر بتاع كتاب. هنجيب نحطه في الوش يبقى منظره حلو ويخلي المنظر الجمالي جميل. قطعا على قد السنادة بالظبط، على قد وش السنادة بالظبط. ما عملناش زيادات، ما عملناش فيها زيادات. وشلنا طبعا الحرف اللي هو الورق من ورا. وهنبدأ نلزق حتة حتة كده بالراحة ونساوي معانا عشان برضو ما يكرمش مننا. نبدأ نشد الورقة حتة حتة. جيت اعملها من ورا ما نفعتش، قلبتها على وشها تاني. هنشد حتة ونبدأ نسويها ونلزقها بالراحة زي ما حضراتكم شايفين كده.
واحدة واحدة معانا كده. خلصناها فكناها. برضو هنبدأ بالقطر كده نقطع الزيادة. الستيكر بتاع تجديد الكتاب دوت موجود في اي مكتبة، متوفر في اي مكتبة وباشكال مختلفة كتير. هنجيب مشبك الورق وهنحطه فوق. انا جبت مشبكين، حطيت اتنين جنب بعض، ده مشبك كبير وفي اصغر من كده طبعا. حطيت الاتنين جنب بعض، بس في الاخر هنكتفي بواحد لان الاتنين هيبقوا متعبين شوية كده. ده الشكل يعتبر النهائي، بس هنزود قلنا زي جراب للقلم كده، نحط فيه القلم او حامل للقلم. انا قلت نحط القلم الجاف وقلم رصاص جنبيه، يعني هنعمله فتحتين مش فتحة واحدة. هنيجي نلزق بالشمع زي ما حضراتكم شايفين كده، عملنا على قد القلم ولزقنا بالشمع. ونجيب القلم التاني ونحطه جنبه. طبعا ما كانش فيه قلم رصاص موجود فحطيت قلمين جاف. هو القلم الرصاص هيبقى نفس السمك تقريبا. عملتها كده للاتنين، فتحتين للقلمين. هنبدأ نلزقها بالشمع على السنادة زي ما حضراتكم شايفين كده. نحطها على السنادة نلزقها، يبقى كده معانا السنادة. ونحط القلمين كمان وما نقلقش، وندخل الامتحان والقلمين مش هيقعوا ان شاء الله، لانها يا دوب حبكة على القلم بالظبط. القلم صعب انه يقع. تمام كده، الفتحتين على قد الأقلام. هنجيب المشبك بقى بعد كده نلزقه معانا على السنادة. انا جبت القلمين لزقتهم بالشمع، المشبكين اسف لزقتهم بالشمع زي ما حضراتكم شايفين كده. وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر وبمناسبة امتحانات آخر العام. ونتمنى من حضراتكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتدعمونا باللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. احنا جبنا ورقة وحطيناها زي ما انتوا حضراتكم شايفين. السنادة على قد الورقة بالظبط اهو، في الزيادة اللي موجود فيها الأقلام كده. حطينا الورقة وحطينا وكتبنا بالقلم، ونرجع نحط القلم مكانه. يعني القلم مش هيضيع مننا، مش هندور عليه، هنحطه في قلب السنادة مش هندور عليه، مش هنقول وقع مننا ولا راح مننا. كده تمام كده. ده الشكل النهائي للسنادة زي ما حضراتكم شايفين. الوش سبايدر مان، الظهر ستيكر شكله جميل وشكله رائع، وبتكلفة بسيطة جدا ومش مكلف، وشغله بسيط جدا 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 مش متعب. نتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجب حضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين اكتفينا بمشبك واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.